حقيقة لاسيك حنين معنا في هذه المباراة. هذه الحقيقة حنين معنا شوية في هذه المباراة. لو فريق آخر هنا كرة خطيرة والمضيع بعد ذلك يتدخل للثلاث صعبة والهدف الأول لفائدة نادي لاسيك ميموزا. سيناريو كان منتظرا بالصورة التي شاهدنا عليها الوداد والتراجع للوداد الرياضي. إذا النتيجة تتغير وكاراموكو يسجل أول هدف لفائدة نادي لاسيك ميموزا بعد سجال في منطقة الجزاء وبعد التصدي الأول من يوسف المطيع، ولكن لم تكن هناك أي متابعة من أحد المدافعين، وبالتالي الكرة تستقر في الشباك مباشرة. 1-0 لفريق لاسيك ميموزا. 1-0 للاسيك ميموزا. يا عادل يا رمزي، الضغط سيكون عليك يا عادل. اعرف تماما وكن على يقين تماما بأن الضغط سيكون عليك يا عادل في حال الخسارة اليوم، لأن كثيرون سيطالبون بإقالتك، كثيرون سيطالبون بإقالتك. هذه الإعادة مرة أخرى للكرة الماضية والمتابعة. شوف أخطاء في الدفاع، أخطاء في الدفاع. شوف الخطأ الأول وبعد ذلك لا متابعة للقادم من الخلف. وهنا وحيد اللاعب كاراموكو يتمكن من تسجيل الهدف الإضواري. نعم، في هذه اللحظات ونحن نقترب من الربع ساعة المتبقية أشباح الوداد يتجولون في رقعة الميدان. فعلا أشباح الوداد يتجولون في رقعة الميدان. لا اختلاف عن المباراة السابقة أمام جوانيك، لا اختلاف عن